مرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نشاهد هذا الفيديو نحب نوجه تحية للشعب العراقي الشقيق وأحرار العراق. يعني نخليكم مع هذا الفيديو تشوفوا هذا العراقية وش قالت على الشعب الجزائري. نتمنى تكملوا الفيديو وتسمعوا وش قالت، وأي واحد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويخلينا تعليق لهذه الإنسانة ولايك للفيديو. تاريخ الجزائر، من لم يعرف التاريخ الجزائري لا ولن يعرف شيء عن النضال، لا ولن يعرف شيء عن تاريخ الرجال. إذا أردتم أن تعرفون تاريخ الرجال ابحثوا في التاريخ الجزائري. إذا أردتم أن تعرفون كيف يكون الرجال اذهبوا إلى الجزائر. أنا دائما أقول للخليجيين أو أقول للخونة اللي عندنا أو أقول للمروكيين، يا أخي إذا أردتم تشبهوا بنساء الجزائر، ليست رجالهم لا بل نساء الجزائر. لماذا؟ يعني الآن وقت تقرأ في تاريخ الجزائر تخيل امرأة بعمر إيش؟ عمرها 27 عام، اللي اسمها فاطمة أو لالم السومر. يا أخي فرنسا كانت في أوج قوتها، سخرت 5 جنرالات فرنسيين بقيادة 45 ألف جندي فرنسي لتقاتل هذه الامرأة، ورغم ذلك لم تستطع على إخضاعها حتى استخدمت سياسة الأرض المحروقة. يعني تخيل عظمة الجزائر يا أخي، أقسم قسم وقت أتحدث عن الجزائر أنا حرفيا أرى أن الكلمات خرساء وعمياء، تعجز عن اللفظ، تعجز عن التعبير. يا أخي الجزائر قارة، حرفيا وقت تتحدث عن الجزائر أنت تتحدث عن قارة الشرف، قارة الشرف في العالم، ليست في أفريقيا فقط. إضافة أهم من هذا كله، الجزائر وليبيا أيضا هن البلدين الوحيدين اللي لم يتآمروا أبدا بالمطلق، لم يتآمروا على شعب، ولن يطبعوا ولن يخذلوا ولن يبيعوا شرفهم. إضافة أنه الجزائريين فعلوا ما لم يفعله أحد من قبلهم على مدى 132 عام، يعني قرن وربع هم يناضلون يقاتلون الفرنسيين، رغم كانت فرنسا في أوج قوتها، كانت فرنسا في أوج قوتها. طبعا أنا الآن وقت أرى ما يحصل في غزة والناس تسقط على المقاومين، أقول اتخذوا من الجزائر أسوة حسنة. لماذا؟ لأن الشعب الجزائري وقت قاتل فرنسا لم يكن يملك السلاح، لكنه يملك شيء يفتقر إليه العرب، بالأحرى المشارقة والمغاربة. كان يملك الجزائريون الكرامة والشجاعة والشرف والعزة، في حين كانوا يقابلون الدبابات الفرنسية بسكاكين. نحن الآن وقت نتحدث عن الجزائر نتحدث عن تاريخ الشرف، نتحدث عن تاريخ الرجال. فببساطة يا عزيزي يا مروكي أروح لك فدوة، وقت تريد تتحدث عن الجزائر أنت بالأول فرك فمك، اغسل فمك، اغسل إيدك،